الرئيس السابق مبارك النهارده دخل قفص الاتهام. كان مبتسم، مرتدي نظارة شمسية، طبعا مرتدي القميص الأبيض وفوقه جاكيت أبيض، وكان ولاده الاثنين علاء وجمال موجودين مرتديين برضو زي الأبيض، ووقف جمال إلى جوار والده. كان حتى في من حين إلى آخر كده يعني أحاديث جانبية بينهم وبين بعض. اللافت وظاهر جدا في المحاكمه وفي الفيديوهات انه مبارك قاعد يلوح للجماهير، وحضراتكم طبعا عارفين دي كانت يعني اشارته طول الوقت المعتاده لما كان في الحكم، كان طول الوقت يعني بيلوح للجماهير. فعلى ما يبدو انه الوضع المره دي مختلف. الصور يعني بتظهر انه حالته النفسيه افضل بكتير جدا، كان مبتسم بعكس الجلسات السابقه، وصحته كده يعني على حسب ما شباب فيسبوك كتبوا يعني كان مورد كده، كان خدوده مورده، وكان باين انه مرتاح جدا نفسيا، صحته افضل. طبعا كالعاده شعره مسبوغ، وان كانت دي حريات شخصيه، بس يعني بعض الناس بتتساءل طب الكوافير كان بيدخل له فين وازاي، ومين اللي كان يعني عارفين اللي بيبقى مكتئب ده بيبقى لا عايز لا ياكل ولا يشرب ولا يعمل اي حاجه، بس على ما يبدو لا، انه في اكتئاب من نوع اخر، ممكن تاكل وتشرب صحتك تيجي كده على الامور. لكن عايزه اقول لحضراتكم ربما اللي هو شايفه في البلد اكتر شيء اسعده، يعني زمانه بيقول دلوقتي اهو الناس عرفت قيمتي، ربما علشان يعرفوا ولا يوم من ايامي، الله اعلم اللي بيدور في مخيله وقتها. لكن يعني وصلونا لحال اللي قمنا عليه بثوره هو نفسه اللي بعض الناس دلوقتي بتقول ولا يوم من ايامك يا مبارك. هذا الهتاف المؤسف بكل تاكيد، يعني مؤكد انه مفيش حد كان بيأمل انه بعد الثوره اللي نقوم بيها نرجع للورا. ما انت بترجع للورا وبترجع للورا كتير كمان عشان تقول ولا يوم من ايامك، اذا انت ما قدامكش فرصه الحلم بشيء امام، انت بتحلم بالقديم اللي انت اصلا كنت رافضه واللي انت اصلا كنت معترض عليه. عايزه اقول لحضراتكم بقى الشيء اللطيف كده اللي حصل. بس عايزه اوريكم ده شكل على اليمين، ده مبارك، معرفش كده على اليمين عشان باصه قدامي، ده هيبقى على الشمال عندكم. مبارك بيلوح للجماهير، وواضح جدا انه في حاله نفسيه زي الفل، قاعد على كرسي مش قاعد على سرير، مبتسم. في لقطات كتير كمان باين فيها اهو يعني بيحيي الجمهور، ولا كانه قاعد على المنصه، مش داخل القضبان. يعني الصوره الثانيه معبره عن نفسها، حاله اكتئاب، حزن، يعني واضح انه مش مبسوط. والفرق الصوره ما بتكذبش زي ما بيقولوا. صحته جت على السجن برضه، مساله سجن عن سجن تفرق. طيب النهارده الشباب كاتبين للفيسبوك بنحيي دكتور مرسي راعي السجون المصريه. عايزه اقول لحضراتكم انه من اللقطات اللطيفه شفناها يمكن من شويه، لقطه كده لحبيب العدلي وهو خارج بعد الجلسه ما خلصت، وشخص لابس مدني اداله التحيه العسكريه. طبعا كل الناس قاعده تقول لك مين ده مين ده مين ده، سابوا الموضوع الاصلي وماسكين في مين اللي من الداخل، وكان واقف في وسط الضباط وسط الناس وبيدي التحيه العسكريه لحبيب العدلي وهو معدي. قيل فيما قيل والله اعلم المعلومه صحيحه 100%، لكن في مصادر قالت ان هذا الشخص، وطبعا من حقه انه يرد لو ما كانش هو اللي ظاهر في الفيديو، الشخص اللي ادى التحيه العسكريه للواء حبيب العدلي وزير الداخليه السابق او الاسبق اثناء خروجه من قاعه المحكمه اليوم هو محمد نجل، اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهره سابقا. بس مش هي دي بقى المشكله، المشكله انه بيقولوا انه هذا الضابط مستقيل من جهاز امن الدوله المنحل. طب لما هو استقال ايه اللي مدخله هناك؟ ايه اللي جابه هنا؟ واقف مع اصحابه يعني ولا ايه؟ اهو هذا الشخص مره ثانيه لابس مدني اداله التحيه العسكريه وبعدين الترحيلات. طبعا المكان كل اللي موجودين دول الضباط والحرس والقيادات، وطبعا موبايل برضو في ايد مواطن، في ايد احد الضباط تقريبا برضو بيصور المشهد. فيعني